اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ طبعا هتحسوا ان صوتي متغير شوية، عندي دور برد اللي ماشي اليومين دول شديد قوي، بس الحمد لله على كل حال. يلا بينا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه النهارده. طبعا عندي حلة، نزلت بقى بمعلقتين من السمنة كده، عليهم بصلاية متقطعة قطع صغيرة قوي. طبعا انا هعمل التخديعة بتاعة كفتة الرز او التسبيكة بتاعتها، شوفوا انتوا بتقولوا عليها ايه. طبعا ايه، ضفت البصل ضفت برضو فصين توم كده، بيدوا ريحة حلوة قوي. في ناس بتحب تسبكها بالثوم بس، وفي بالبصل والثوم. انا بحب اللي انا اعمل ميكس مع بعضه كده، بصل والثوم بيديها طعم حلو قوي. طبعا ضربت الطماطم وصفيتها، نزلت بقى عليها على الحلة كده، وضفت ملح وضفت فلفل وضفت رشة سكر صغيرة قوي علشان الحموضة بتاعة الطماطم. طبعا هسيبها بقى على نار هادية تتسبك وهغطيها. وهنا بقى ما شاء الله بصوا اتسبكت كده، كانت ريحتها قلبة الدنيا. هنا بقى هنزل بنص يعني إيه 4 5 فصوص توم كده، دقاهم تاني. اول ما هزودها دلوقتي كوبايتين مية. هنزل دلوقتي بفصين التوم دول، بيدوها برضو نكهة وريحة خطيرة، بتبقى حلوة قوي. بتبقى بجد ريحتها قلب الدنيا وما شاء الله، والله العظيم كان طعمها تحفة. زي ما قلت لكم طبعا التوم ده انا مفرزاه، باخده كده وبضيفه على طول في الحله. وهنا بقى اللهم بارك قليت الكفته، وهنزل بقى ايه بيها. طبعا الكفته ما بتاخدش وقت على النار علشان ما تتهريش مننا، يعني من 5 دقايق ل10 دقايق بس، مش اكتر من كده، علشان طبعا كل ما انتي بتغليها هتتهري اكتر. وطبعا ايه، ممكن حد يتغدى دلوقتي، ممكن حد يتغدى بعد، يعني بعد ساعة ساعتين هترجعي اللي انتي تغليها تاني. طبعا بتسيبوها كده يعني بتكون بتشد شوية. متنسوش بقى اللايك.